السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إلهي فوضت الأمور جميعها إليك فدبرها بما شئت واللطف، وسلمني اللهم يا رب واحمني، وخذ بيدي وامن وجد وتعطف. ثم أما بعد، قال العارف بالله تعالى: السلطان الناصر لدين الله والآسر الكاسر لأعداء الله سيدي أبو حفص عمر بن سعيد الفوتي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به في الدارين آمين. إن الهدى في الذكر والسنة قط، وما اهتدى المعرض عن هذين قط. ما دون الأئمة الأعلام تفسير هذين به يرام، ومنهما تحقيق ذا يرام، ومن خلا عن واحد يلام. وجامع الكل هو الإمام في أي عصر كان، والسلام سيد تال. إخواني في الله، من هنا من مسجد العارف بالله تعالى سيد أبي القاسم الكنهني حفظه الله تعالى، ما زلنا في قراءة صحيح الإمام البخاري. وصلنا إلى كتاب التيمم بإسنادنا المتصل إلى الإمام العالم العلامة المحدث سيدي مصطفى أبو سليمان الندوي حفظه الله تعالى ونفعنا ورفعنا به في الدارين آمين. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التيمم. قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. باب. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقضى عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وادع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يدعونني بيده في خاسرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم: فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال وحدثني سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد هو ابن سهيب الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا. وبه إليه قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا فوجدها، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله آية التيمم. فقال أسيد بن حضير لعائشة جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. وبه قال عطاء وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم. وأقبل ابن عمر من أرضه بالجرف فحضرت العصر بمربد النعم فصلى، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال سمعت عميرا مولى بن عباس قال أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن السمة الأنصاري، فقال أبو الجهيم أقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد السلام. باب المتيمم هل ينفخ فيهما. وبه إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة حدثنا الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أسب الماء، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان يكفيك هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. باب التيمم للوجه والكفين. وبه إليه قال حدثنا حجاج قال أخبرنا شعبة أخبرني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال عمار بهذا، وضرب شعبة بيديه الأرض ثم أدناهما من فيه ثم مسح وجهه وكفيه. وقال النضر أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا يقول عن ابن عبد الرحمن بن أبزة قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن عن أبيه قال عمار. وبه إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أنه شهد عمر وقال له عمار كنا في سرية فأجنبنا، وقال تفل فيهما. وبه إليه قال حدثنا محمد بن كثير أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن عبد الرحمن قال عمار لعمر تمعكت فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يكفيك الوجه والكفان. وبه إليه قال حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن قال شهدت عمر فقال له عمار وساق الحديث. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال عمار فضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه. باب السعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. وقال الحسن يجزئه التيمم ما لم يحدث، وأما ابن عباس وهو متيمم. وقال يحيى بن سعيد لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها.
وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء عن عمران قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها فما أيقظنا إلا حر الشمس وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان يسميهم أبو رجاء فنسي عوف ثم عمر بن الخطاب الرابع. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ لأننا لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جليدا فكبر ورفع صوته بالتكبير فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ لصوته النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم قال لا ضير أو لا يدير ارتحلوا فارتحل فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس. فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالسعيد فإنه يكفيك. ثم سار النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء نسيه عوف ودعا عليا فقال اذهبا فابتغيا الماء فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتين أو سديحتين من ماء على بعير لها فقال لها أين الماء؟ قالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة ونفرنا خلوفا. قال لها انطلقي إذن. قالت إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت الذي يقال له الصابع. قال هو الذي تعنينا. فانطلقي. فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحدثاه الحديث. قال فاستنزلوها عن بعيرها ودعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو السديحتين وأوكى أفواههما وأطلق العزالية ونودي في الناس اسقوا واستقوا فسقى من شاء واستقى من شاء. وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء قال اذهب فأفرغه عليك وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها ويم الله لقد أغلي عنها وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجمعوا لها. فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسبيقة حتى جمعوا لها طعاما فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها. قال لها تعلمين ما رزقنا من مائك شيئا ولكن الله هو الذي أسقانا. فأتت أهلها وقد احتبست عنهم. قالوا ما حبسك يا فلانة؟ قالت العجب لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له الصابع ففعل كذا وكذا فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه. وقالت بأصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء تعني السماء والأرض أو إنه لرسول الله حقا. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون السرم الذي هي منه. فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. علي بن مسحر السعدي رضي الله تعالى عنه شيخ الإمام مسلم لكم 100 في كل يوم أعدها حديثا لست زائدكم حرفا وما طال منها من حديث فإنني به طالب منكم على قدره صرفا أو صرفا. فإن اقتنعتم فاسمعوها صريحة وإلا فجيئوا من يحدثكم ألفا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.